كتبدا القصة ديالنا مع المهندس العبقري مايكل سكوفيلد اللي دابا جالس كيرسم وشم كبير ومعقد بزاف على جسمه كامل. والغريب في الأمر أن مايكل أصلا أول مرة في حياته كيرسم الوشوم، لكن المستوى اللي وصل ليه خلى حتى الرسامة اللي خدامة معاه تصدم. من بعد كنشوفوا مايكل داخل البنك وبدون مقدمات كيخرج سلاح وكيعلن عملية سرقة. لكن الحاجة اللي غريبة بزاف هي أنه ما باغي لا فلوس لا والو، كيبقى يتسنى حتى توصل الشرطة وكيسلم راسو بحال إلا كان باغي يتشد من الأول. وفي المحكمة كيعترف بالجريمة مباشرة بلا ما يدافع على راسو، والمحامية ديالو فيرونيكا كتكون مصدومة فيه حيت كتعرفو من زمان. وكنشوفو ولد خو ال جي قال ليه سير للدار، ما بغيتكش تشوفني بهاد الحالة. من بعد المحكمة ما كتعطلوش وكيتحكم عليه ب5 سنين في واحد من أخطر السجون اللي سميتو فوكس ريفر. أول ما كيدخل للسجن كيتلاقى مع سوكري، واحد المكسيكي خفيف الدم شوية لكنه فاهم قوانين السجن مزيان. وسوكري من أول نهار كيعرف مايكل أن الحياة تما قاسية بزاف وأي غلط صغير ممكن يخليك تموت. تاني نهار كيخرج مايكل للساحة وسوكري كيبدا يعرفو على أخطر المساجين، ومن بينهم واحد سميتو تيباغ، مجرم مرعب بزاف معروف بجرائم خطيرة والناس كاملين كيتجنبوه. ومن بعد مايكل كيسول على بروزو وسكري كيتفاجئ وكيقول له راك كتقلب على أخطر واحد في السجن كامل. وكنرجعوا فلاش باك لمايكل وهو كيزور خوه بروزو داخل الحبس، وبروزو كيأكد ليه أنه بريء وأن الناس الكبار في الدولة هما اللي لفقوا ليه القضية باش يسكتوه للأبد. ولكن مايكل كان واخد القرار ديالو من الأول، غادي يخرج خوه مهما كان الثمن. ومن بعد مايكل كيمشي مباشرة عند جون بروزي وكيطلب يخدم معاه. بروزي ما كيعجبوش الحال في الأول، لكن مايكل كيقنعو أنه يقدر يفيدو بزاف، خصوصا أنه مهندس وعارف بزاف ديال الحوايج التقنية. وفي الجهة الأخرى كنشوفوا الدكتورة سارة وهي كداوي المرضى اللي عندهم مرض السكر، وهنا مايكل كيبدا يمثل أنه حتى هو مريض بالسكر باش يقدر يدخل العيادة وقت ما بغى. وهاد العيادة بالضبط كانت جزء مهم بزاف من خطة الهروب ديالو. ومن بعد كيجي يزور خوه لينك داخل السجن، ولينك كيتصدم ملي كيعرف أن مايكل دخل للحبس بإرادته. ومايكل كيقول له إلا كان شي واحد يقدر يهربك من هنا فهو أنا. وهنا كنفهموا الحقيقة كاملة، مايكل دخل للسجن بالعاني باش يهرب خوه قبل تنفيذ حكم الإعدام. ومن بعد المدير ديال السجن اللي سميتو بوب كيعرف أن مايكل مهندس معماري مشهور وكيعرض عليه خدمة داخل المكتب ديالو مقابل امتيازات خاصة. في الأول ما كيبغيش، ولكن من بعد كيقبل، حيت هادشي غيخلي مايكل يتحرك بحرية أكثر داخل الحبس ويقربو من أماكن مهمة بزاف في الخطة ديالو. فيرونيكا في هاد الوقت كتبدا تحقق أكثر في القضية، وكتكتشف أن شي ناس كبار ومعروفين بزاف باغيين لينك يتعدم قبل ما تبان الحقيقة. ومن بعد كتلقى خيط مهم مربوط بالشاهد اللي غبر واللي داخل في برنامج حماية الشهود. وهنا كتفهم أن القضية حامضة وماشي جريمة عادية، ولكن مؤامرة كبيرة داخل الحكومة. في السجن مايكل كيبدا ينفذ الخطة ديالو خطوة بخطوة، وكنكتشفوا أن الوشم اللي مرسوم على جسمه كامل ماشي غير رسومات، بل مخطط الهروب كامل مخبيه فيه بطريقة عبقرية. من بعد خرج للساحة وقصد واحد الكرسي قديم وبدا كيحاول يحيد منه مسمار صغير بلا ما يشوفوه الحراس. المهمة كانت صعيبة بزاف، حيت أي حركة غلطة كانت غادي تكشف الخطة كاملة. وكنشوفوا مايكل الوقت اللي كان كيحط خطة الهروب كان كيدرس هاد المسامر حيت غادي يحتاجها وغادي نعرفوا علاش. وهو كيحيد في واحد المسمار جا عنده واحد وقال ليه هادي بلاصة تيباك، نوض من هنا قبل ما يجي. وهاد تيباك هو من أسوأ المجرمين في الحبس، والقضية ديالو هي قتل 6 أطفال بعد الاعتداء عليهم ورميهم في الصحراء. واحد شوية كيجي تيباك هو واحد معاه وكيعرض عليه ينضم ليهم، وهذا الشيء حيت كاين البيضين والكحلين وبعض المرات كتنوض بيناتهم. مايكل ما كيبغيش وكيخليه ويمشي قبل ما كيحيد المسمار، وكيمشي عند سيلوت اللي كان موصيه على شي دواء ديال الانسولين. ولكن سيلوت كيقول ليه غادي نجيبو ليك، ولكن اش كدير عند الطبيبه في السبيطار ديال الحبس؟ جاوبو جيبو وغتعرف. ملي كيخليه كيمشي عاود يحيد المسمار وكيقدر يحيدو، ولكن كيجي كيباك وكياخد ليه المسمار كيقول ليه انا شفتك مع سيلوط الاسمر، اذا انت من الاعداء،
فمن الأحسن ما تبقاش تجي لبلاصتي، وكيخليه ويمشي. أما جون بروزي كيمشي يتلاقى فيلي فاسلوني اللي كيجي زورو. هاد فيلي هو شريك جون اللي كيحكم العصابة برا. وهما في الساحة. بيليك استغل الفرصة وطلع كيقلب في الزنزانة ديال مايكل، ما لقى والو من غير مذكرة فيها آثار ديال الكتابة وضحها بقلم الرصاص، وكيبانوا لينا داك الأحرف والأرقام اللي نقل مايكل من الوشم اللي في يدو. مشى تيباك مرة أخرى عند مايكل باش يولي معاهم في مواجهة السمرين، وهاد المرة شافوا بنجامين. في الجهة الأخرى كتكون فيرونيكا كتشوف الفيديو، هي والمحامي اللي طلبات منه يعاونها. ملي سالاو قال ليها هانتي شوفي ما كاينش كيفاش ندافعوا عليه. ملي مشى تيباك داز بنجامين عند مايكل وفي يدو الدواء اللي وصاه عليه، ولكن ما عطاش ليه حيت شافو مع تيباك. دفقو وقال ليه ملي تقرر تولي معانا مرحبا بك نعطيك الدواء. جات المحامية تزور لينكن بخصوص القضية ديالو، قالت ليه راه شافت الفيديو، وبقات كتغوت عليه حيت كذب على خوه وخلاه ضحى بحياته ودخل الحبس. رد عليها باللي بصح بريء والفيديو فعلا مفبرك. ملي خرجت من تما مشات عند واحد المراه سولاتها على ولدها، قالت لها راه مات مده هادي في الحبس، غادي تدق الاستراحه، غادي تنوض بين البيضين والسمرين. وفي وسط هاد المشابكه المساعد ديال تيباك هز سلاح وقصد مايكل حتى قرب ليه باش يصفيها ليه. خرج واحد خونا من السمرين صفاها ليه في البلاصه. واحد شويه تيباك شاف صاحبو طايح على مايكل كيحسب ليه هو اللي قتلو، وحلف حتى ينتقم منه. شويه دخلوا الحراس فرقتوهم وعاقبوهم يدوزوا يومين في الزنزانات ديالهم. هادي ناتاشا عندها معلومات على الجريمه، يلاه بغات تعاود المحاميه حتى شافت جوج فيدراليين مراقبينها، شافتهم هي تهرب. تواصل واحد من الفيدراليين بواحد المراه اللي كتكون معاهم، من طريقه الهضره كتبان داخله معاهم في الخواض. مايكل بدا كيستعمل داك المسمار باش يفك الحوض ديال الزنزانه وينفذ الخطه ديالو. من بعد مشى عند طبيبه باش يدير التحاليل اللي كانت قالت ليه. خونا كان مخلوع وكيقفقف. سولته الطبيبه مالك، قال لها غير بسبب التحاليل. خرجت النتيجه ولقات فعلا مريض بالسكر. بيليك رجع مايكل للزنزانه ديالو، دوزو عند جاك والعصابه ديالو، كتفوه وقطعوا ليه الصبع الصغير ديال رجلو. دوزوه الحراس للعياده، الطبيبه تخلعات حيت الاصابه خطيره بزاف. خرجت الطبيبه سولات الحراس مالو، قالوا ليها عفط على شي حاجه ماضيه. الطبيبه عاقت بهم غير كيكذبوا، مشات داوات ليه رجلو ورجعوه لبلاصتو. خوه ملي وصلته الخبار كعب بزاف، حلف باللي غينتقم منهم كاملين. هدنو مايكل وقال ليه ما يدير والو حيت غيحتاجوا ينفذوا خطه الهروب. قال ليه اش من خطه؟ جاوبو راني كنوجد فيها انا وسكري. قال ليه كيفاش دقتي في هذاك الشخص وانت عاد عرفتيه؟ مايكل قرر يختبروا واش غادي يبرقيق بيه. فيرونيكا جات تزورو وعيات تقنعو باش يخليها تخرجو من الحبس، ولكن هو ما بغاش. صيفطها عند واحد الوحده سميتها ناتاشيا، هي اللي غادي تعطيها راس الخيط ديال القضيه. مشات عند ناتاشيا وقنعاتها تمشي معها للمكتب ديالها. يلاه جلسات سولتها علاش ما مشاتش تشهد في المحكمه. تعصبات وبغات تكمي. في نفس الوقت جا لعندها العميل الفيدرالي اللي بقى شادها بالهضره، وملي خرجت تشوف ناتاشيا لقاتها غبرات. هنا فهمات باللي هو السبب وكان قاصد يلاهيها. مايكل قرر يختبر صاحبه سكري، جاب تليفون وقرر يخبيه قدامه في الخدمه. سكري ما عجبوش الحال، قال ليه علاش خبيتيه قدامي؟ راه ما بقى لياش بزاف، هذاك الشيء علاش ما نقدرش نريسكي، وإلا ضغطوا عليا ممكن نقول كل شيء. بيليك سمع شي تليفون مخبي وقصد سكري هو الاول حيت ما بقاش ليه بزاف ويخرج وما يقدرش يغامر. سولوا على التليفون وهدوه بخطيبته، ولكن سكري ما عطاهش راس الخيط. النهار التالي سكري جا عند مايكل وكان ليه تحرمت من خطيبتي بسببك، وطلب منه يهضر بالتليفون. مايكل جبد التليفون قسمو وغيطلع غير فرشي. سكري ملي عرف مايكل بغا غير يختبرو سخط عليه وجمع حوايجو ومشى لزنزانه اخرى. ملي مشى سكري جابوا شريك واحد اخر للزنزانه. في الوقت ديال الماكله كنشوفوا تيباك هز موس وكيتسنى مايكل باش يصفيها ليه حيت قتل صاحبه. في نفس الوقت وقف جون وقال ليه راه محتاجو. ملي وقف تيباك مشى عند صاحبه لزياره وعطاه الصبع ديال مايكل وقال ليه كل شيء تحت السيطره، داكشي علاش ما كيلاش يخاف.
ولكن صاحبو ما قنعوش غير الصبع وطلب منه يقتلو في أقرب وقت، وبدا كيهددو بولادو اللي جابهم معاه في الزيارة وباللي غادي يقتلهم. في نفس الوقت غتكون فيرونيكا كتقلب على ناتاشيا اللي خطفها العميل الفيدرالي وواحد صاحبو. حاولت ناتاشيا تهرب ليهم حتى صيفطوا ليها قرطاسة صفوها ليها. وصل الليل، مايكل بقى عاصر على شريكو الجديد حتى نعس، عاد ناض يحل الحوض باش يبدا في تنفيذ الخطة. يلاه بدا يحل في الكروات حتى لقى خونا كيشوف فيه. سولو مايكل واش ما غتنعش؟ قال ليه عندي مرض فراسي بسببه ما كيجينيش النعاس. مايكل سمع هاد الشي فرفر وبدات كتبان ليه الخطة ديالو غتفشل، وزيد عليها ولا حاضي ليه الوشام اللي داير. طلب من مايكل يوريهم ليه، ولكن مايكل ما بغاش. من بعد مايكل مشى عند البوب باش يحيدو من الزنزانة ديالو، ولكن البوب ما يقدرش يبدلو بلا سبة. في نفس الوقت كنشوفو لينكن مع فيرونيكا في القاعة ديال الزيارة. سولها اش جابها لعندو، جاوبته بأنها تعرفت على وحدة سميتها ناتاشيا، وعودت ليه الحقيقة بأنه بريء. مشات فيرونيكا للمحكمة باش يعاودوا النظر في قضية لينكن، ولكن لاحظت باللي ما كيخليوش ليها المجال للمناقشة وكيسدوا عليها جميع البيبان. في الليل مشاو العملاء لدار فيرونيكا يقلبوها، وهما كيفتشوا لقاو تصويرة فيها بثلاثة: مايكل وخوه وفيرونيكا. مشات فيرونيكا عند البوليسي اللي اعتقل لينكن في الليلة ديال الجريمة. سولاتو كيفاش شدوه داك النهار. قال ليها دخلت عليه لقيتو كيغسل حوايجو من الدم. ملي كملت معاه تلاقات محامي خور سميتو نيك صديق الدراسة، وهما كيناقشوا توصلوا باللي بحال هاد القضايا خاصهم وقت طويل باش يتم الحكم فيهم. ولكن للأسف في قضية لينكن كيزربوا وبغاو غير يسدوها. هذا كيعني أن ريوسا كبار في الدولة داخلين فيها، وكاين شي سر غامض ما باغينوش يتكشف. نرجعوا للمرأة اللي كانت كتعطي الأوامر للعملاء في تليفون. واش عقلتوا عليها؟ قالت لهم ملي نساليو مع لينكن ندوزو لخوه مايكل، وهنا كيبان القضية فيها التخلويط. سكري كان وصلوا باللي خطيبته سمحات فيه ومشات مع صاحبه. هذاك الشيء علاش قصد مايكل يرجع للزنزانة ويهربوا معاهم. ملي رجع مايكل للزنزانة ديالو لقى شريكو رسم الوشم ديالو كيحلل فيه. هنا بدا يضرب مايكل راسو مع الباب وكيغوت. ملي جاو عنده الحراس قال لهم هو اللي ضربو وخلاهم يديوه وتهنى منه. خدات فيرونيكا صديقها نيك ومشاو يزوروا لينكن وسولوه كيفاش وقع. قال لهم شي حد بغى يتهنى منه ولصق فيه التهمه. سولوه على السلاح اللي لقاو فيه البصمات. قال لهم باللي واحد اللي خدام معاه خلاه يجرب بزاف ديال الأسلحة، وباللي متأكد أن السلاح اللي تنفذت به الجريمة كان وسطهم. في الليل مشاو الفيدراليين عند مدير السجن وطلبوا منه يحولوا مايكل من هذا الحبس. المدير ما بغاش، ولكن ملي جبدوا ليه شي تخلويض وافق. ملي رجع مايكل للزنزانة لقى بوب كيتسناه. مايكل تخلع وكيحسب ليه شاف الحفرة اللي كيحفر ورا الحوض. قال ليه جيت غير نبلغك باللي غادي تحول لسجن خور. مايكل ملي سمع الخبار جاتو الدوخة، بقى كيطلب فيه ولكن قال ليه الخبار جات من الفوق. لقات فيرونيكا نسخة من لا فيديو ديال الجريمة وبقاو كيراجعوه واكتشفوه باللي مفبرك، ولكن هادشي ما كافيش باش يثبت البراءة ديالو. مايكل من بعد ما جا خبر النقل مشى عند خونا دي بي كوبر وسولو كيفاش يمنعهم ينقلوه. خونا مع مهرس سنانو في الحبس قال الحاجة اللي تمنعك هي تكون مريض. ملي عرف مايكل هادشي قصد جاك اللي كان موصيه على ساروت. جاك باش يخطف للحارس ساروت نوض روينه. بالليل مايكل حيد الحوض اللي كان كيحل وخرج من الحفره اللي من وراه. جبد الخريطه اللي راسم في كرشو وبدا كيعلم الممرات اللي غيدوز منهم الليله ديال الهروب. وهو كيكتشف تما تصاطح مع واحد الحارس تخبى في قادوس فوقو، ومن كثرة الصهد عرق وطاحت النقطة على الحارس، ولكن مع الزهر اللي عنده ما كيشوفوش ورجع لبلاصتو. ملي دات فيرونيكا ونيك التسجيل ديال الجريمة لواحد متخصص، ملي شافو أكد ليهم الفيديو غير مفبرك. طرحوا عليه يجي يشهد في المحكمة، طلب ليهم الفيديو الأصلي. مايكل دفع طلب يبقى في السجن بحجة مريض بالسكر وخاصو بقى متبع مع الدكتورة سارة. خداه من عنده وقال ليه طلب زهرك. وهو تما فجرب الساروت اللي عطاه جاك في واحد الغرفة تتوصل ديريكت للسجن. ملي مشى بوب لدارو جاو عنده الفيدراليين اللي ما عجبهمش الحال مايكل يدفع طلب يبقى في السجن. طلبوا منه يتكلف وهددوه قدام مراته. وملي مشاو تحرك للكنيسة وبدا يعاود للقص. وهنا غنعرفوا باللي بوب كان ولدو مدمن على السكر كلاصي.
واحد النهار مات بحادث، ومرتو ما عارفاش كيفاش مات، وهددوه يقولوا لمراتو إلا ما حولش مايكل. نيك وفيرونيكا مشاو لواحد البلاصه كيكون فيها اشرطه الجرائم. ملي سولوا المراه اللي خدامه ما بغاتش تعطيهم راس الخيط، ولكن ملي عرفاتهم لاصقين داتهم لواحد المستودع اللي فيه الارشيف اللي كله مخرب بسبب اليوميديتي والماء، وقالت لهم داز الواد الحار في الغرفه. مايكل طلع للسطح يدرس الخطه ويعرف من الفوق كيفاش دايره القضيه، وهو الفوق جاو الحراس يديروا لابيل. كلشي الحباسه كاينين الا هو. سولوا صاحبه قال لهم ما شفتوش. هنا بيليك دار الانذار وعلن مايكل هرب. في دقيقه البوليس طوقوا السجن. واحد شويه كيبان مايكل مراقبهم، وهنا غنعرفوا باللي بالعاني دار هادشي باش يدرس البلايص اللي محاصرين في حاله الطوارئ. بوب ملي سمع الخبر قال لهم خليتو في الغرفه ديالي، وملي غيدخلوا غيلقاوه وكيكون رجع من الباب اللي حل بساروت. وملي رجعات فيرونيكا ونيك لقاو الباب مفتوح واكتشفوا باللي تسرقات النسخه ديال الشريط اللي كان عندهم. من بعد التهديدات الفيدراليه لبوب ما بقاش قد يكالي عليه، وهاد المره اعطى امر نهائي للنقل. مايكل فشل وقال كل شي سالة. من بعد ودع صحابو وتحرك مع الحراس. تبعهم بوب ووقفهم وقال لهم النقل تلغى، حيت مايكل دافع طلب الإلغاء بسبب المرض وتمت الموافقة عليه. الفيدراليين غيكونوا قدام الحبس وكيشوفوا، واتصلوا بالمرأة اللي على بالكم وقالت لهم ضروري خاصو ينتقل. النهار الاخر مشاو عند واحد في مدينة الملاهي وطلبوا منه شي لعيبة باش يعاونهم، ولكن خونا رفض وحتى هو هددوه. فيرونيكا من بعد ما تسرق الشريط بدات تشك في نيك، عيا ما يشرح ليها ما تيقاتوش. ومايكل حيد الحوض وبدا في يجرب تنفيذ الخطه. وهو كيدور تما بداو الحراس كيدوروا يتفقدوا المساجين. سكري خبى المخاد في بلاصتو. ملي وصل الحارس عندهم كان مايكل رجع لبلاصتو. ملي مشاو الحراس بداو يهضروا على هاد التفتيش اللي كل مره كيديروه. قال ليه سكري خصنا شي حل مع هاد الحراس كل مره جايين، خاصنا نديروا شي حاجه اللي تخليهم يحبسونا نهار كامل. وهما وسط الساحه غيكون توباك واقف مع واحد خونا وكيتفق معاه على شي بلان. مايكل حتى هو جات عنده ساره، قالت ليه علاش ما قلتيش ليا لينكن خوك، وراها تقدر تساعدو مره يتلاقى معاه. ملي سال خونا الاستراحه ورجع للزنزانه خرج من الحفره ديال الحوض ومشى خسر الفرفرات ديال التكييف. نيك ملي فيرونيكا ما بقاتش كتهضر معاه مشى عند لينكن للزياره. ملي تلاقاو بدا يشكي عليه، لحقات عليه فيرونيكا وكذباتو، ولكن نيك فهمها باللي ما دار والو وجا هنا حيت كيعرف شي حد باغي يعاونهم. ملي عطل مايكل الفرفرات ديال التكييف الحبس ولا بحال شي فران. بسبب هاد الشي كامل نضت البلباله في الحبس وضربوا المساجين وفرشخوا الحراس وسيطروا على واحد الجناح ديال السجن. مايكل استغل الفرصه وخرج من ورا الحوض باش يكمل الخطه ديالو. تبعوا سكري، من بعد وصلوا للبلاصه اللي منها غيهربوا وبداو الحفير. لينكن سمع الروينه اللي وقعات في جناح خوه، خاف عليه بزاف، وهما مرجعينو جا قد مع تيباك شافو ناضي بلبلها معاه. مع الحارس حاقد على تيباك فك لينكن يديه باش يكالي على راسو. دوك المساجين اللي في العياده وصلهم الخبار السيطره على الحبس، بداو حتى هما قتلوا الحارس اللي مراقب العياده وبداو يحاولوا يدخلوا على ساره الغرفه ديالها. تيباك سلخ لينكن هو وصحابه ودخلوا يكملوا على الحراس. زرب على الحارس وسط الزنزانه ديال مايكل وهو يتقلع الحوض وعرف باللي باغيين يهربوا. يلاه باغي يفرشهم تدخل جون سكتو وقال ليه باللي غيديه معاهم. في هاد الوقيته غيكونوا المساجين كيهرسوا الزاج وكيحاولوا يدخلوا على ساره، وهي في هاد اللحظه عندها غير الحقنه باش كتدافع على راسها. مايكل وسكري رجعوا للزنزانه، لقاو الحارس مليوح تما وتيباك وجون واقفين عليه. قالوا لمايكل يقتلوه باش يتهناو منه، ولكن مايكل ما بغاش هادشي. وهما كيهضروا على الحارس سمع باللي المحابسيه سيطروا على الحبس، مشى كيجري بانوا ليه قراب يدخلوا على ساره. اش ممكن يدير؟ واش غادي يعتقها ولا لا؟ هادشي غنشوفوه في الجزء الثاني.